طيب، قال العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: قد استشكل تكفير ما لا يقع وهو ذنب الآتية، وأجيب بأن المراد أنه يوفق فيه لعدم الإتيان بذنب، وسماه تكفيرا لمناسبة الماضية، أو أنه إن أوقع فيها ذنبا وفق للإتيان بما يكفره. هنا إشكال أورده الصنعاني: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، يعني ذنوب سنة مضت وسنة آتية. كيف يكفر ذنوب سنة ما جاءت أصلا؟ كيف يكفر ذلك؟ نعم، كما سمعنا أنه يوفق لعدم الإتيان بذنب، وإن وقع في ذنب وفقه للتوبة، فليس هناك تعارض. قال رحمه الله تعالى: وأما صوم يوم عاشوراء وهو 10 من شهر المحرم عند الجماهير. هنا سؤال، ومن أجاب فلله أبوه. قم يا ناجي. قال رحمه الله: وأما صوم يوم عاشوراء وهو 10 من شهر المحرم عند الجماهير فإنه قد كان واجبا قبل فرض رمضان، ثم صار بعده مستحبا، وأفاد الحديث أن صوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء. وعلل صلى الله عليه وسلم شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه وأنزل عليه فيه، وكأنه شك من الراوي، وقد اتفق أنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه، وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب إليه. وقد ورد في حديث أسامة قال: ولد فيه. نعم. قال: تعليل صومه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس بأنه يوم تعرض فيه الأعمال، وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم، ولا منافاة بين الحديثين، لكن يتوقف على ما ورد به الشرع. إلى هنا، بارك الله فيك.